اكتر سؤال بيتكرر دايما: يا طاهر اشتري موبايل A ولا B ولا C؟ تخيل بقى لو في تطبيق بيعمل كل ده بدالي وساعتها هتستغنى عني. هتدخل له كل الموبايلات اللي انت محتار فيها وهيحلل لك الاداء والكاميرا والشاشه والبطاريه والشحن، ومن الداتا دي كلها هيقول لك ايه افضل موبايل ليك انت بالذات على حسب استخدامك، وهيراعي في المقام الاول افضل قيمه مقابل السعر في الفئه اللي انت دخلتها له. التطبيق ده مش محتاج معجزات ولا مبرمجين ولا حتى ان انت يكون عندك معرفه بالاكواد. كل اللي عليك تعمله ان انت هتروح على موقع emergent.sh وهتكتب برومبت فكرتك بالتفصيل. انا عن نفسي كتبت البرومبت ده، وبعد كده هتدوس له على الزر السحري جنريت، والموقع هيولد التطبيق بالكامل بالتصميم بالكود وكل ده عن طريق الذكاء الاصطناعي. وفي دقائق معدوده هيكون عندك تطبيق مثالي لمقارنه الموبايلات في الفئه السعريه اللي انت مدخلها له. وهو ده عندي الحيره، وحتى انا كمان مش هتحتاج ترجع تسالني تاني. انصحك تبدا رحلتك الابداعيه دلوقتي في تصميم التطبيقات، ونفذ اي فكره تخطر على بالك زي ما انا وريتك على موقع emergent. لو عندك فكره وحابب تجرب هتلاقي اللينك في البايو.